الله تعالى وبركاته. من فضلكم إخوتي شاركوا في القناة ليصلكم الجديد دائما، وذلك بالضغط على أبوني أسفل الشاشة. تابعونا، استفيدوا منا وانصحونا. في الفيديو هذا تاع اليوم حبينا نهضروا على تجهيز الحسون للتزاوج. نحضروا على الأخطاء الشائعة اللي يقع فيها العديد من المربيين ونسيوا نتفادوها من أجل الكوبلاج ناجح إن شاء الله. راح نشرحوا في هذا الفيديو طريقة صحيحة للتجهيز. تبعوني درجة درجة وإن شاء الله تستفادوا معايا ونستفادوا قاعدين. أول حاجة لازم نعرفوها هي أنه تجهيز الحسون يبدأ من فترة غيار الريش اللي نعيطولها اسقاط، ونعيطولها لامين، نعيطولها أصحاب الشرق لامين، حيث أن هذه في فترة تغيير الريش. فترة تغيير الريش هذه تلعب دور مهم في تجهيز الحسون، حيث الحاجة اللي لازم نهتم بها في هذه الفترة هي لازم نراعي تغذية جيدة من خضر وفواكه. لازم الحسون تاعنا ما نبخلوش، نمدلو الخضر الفواكه بودر مختلفة. في هذيك الفترة لازم نمدلو لي ميلونج، ونمدلو تاني زريعة شيا، زريعة الكتان، نمدلو زخوخو. ومن بعد كي تجوز هذه، وخاصة تاني حاجة ما نساوهاش في هذيك الفترة هي الدوش والتشميس. لازم في هذيك الفترة لازم الحسون تاعنا ندوشولو ونشمسوه باش يكون عنده ريش شباب، يخرج عنده يخرج مفيني. بعد هذه الفترة تالي هذه الفترة اللي هي فترة غيار الريش، تاليها فترة الراحة. فترة الراحة هذه تقدر تلحق حتى لشهر. حاجة مهمة تاني في هذه الفترة، لازم خلال فترة الراحة نبعدو الطير تاعنا، نبعدو الطيور على بعضها. لازم الطير ما يسمعش صاحبه، على خاطر شي يولو في كونكورونس بيناتهم، والضعيف فيهم اللي ما يقدرش يقوم ولا ما يقدرش يوقف مع الاخر، تما تولي بيناتهم كونكورونس، واحد الطيور راح تكون عنده ضعف نفسية، شغل يفقد الثقة في روحه. وهنا في خلال هذه الفترة احنا لازم الطيور تاعنا كما يقولوا ندلوها نتهلاو فيها بزاف. وتاني حاجة مهمة تاني ما نحبكم قاع تراعيوها وما تنساوهاش هي النظافة، نظافة القفص، حيث نظافة القفص تاني لها دور في راحة الطائر. ومن بعد كي مور هذه الفترة اللي هي فترة الراحة، تجي ثاني فترة هي يقابلها دائما حلول فصل الشتاء، حيث خلال هذا الفصل لازم نحرصوا على صحة الطائر من ضربات البرد وكذا. راني درت ثاني فيديو اللي فيها العلاج من ضربات البرد، راهي في القناة تاعنا. واخر حاجة اللي راح نديروها هي الحاجة شغل هي الخلطة اللي راح نستعملوها لتحمية الطيور بعد ما نكونوا مررنا بقاع المراحل بشكل جيد. نوري لكم خلطة نقدموها خلال نجهزوا بها الحسون تاني بشكل نزيد في الحمو تاع الحسون، نقدموها لمدة 15 يوم. في هذه الخلطة راح نستعملوا هذاك البيض، ونستعملوا ايضا لوز اخضر كما قلت لكم، والعسل. وراح تبعوا معايا هذه الطريقة. في هذه الخلطة راح نحتاجوا الى صفار البيض، حيث راح نديرو كما راكم تشوفوا صفار البيض، ناخذ ملعقة تاع العسل هذه بهذا الشكل. الخلطة هكذا صفار حبة بيض نقدروا نستعملوه حتى لثلاث طيور. كيفاش تشوفوا حتى يولي عندنا شغل عجين
خلطوا العسل مع صفار البيض. لهنا عندنا زقوقو تما. لهنا واش راح نديرو؟ راح اليوم الاول اوريك. في اليوم الاول هذا لوز اخضر مطحون. في اليوم الاول نقدموا للطائر تاعنا، راح نقدموا له صفار البيض مع العسل واللوز المطحون. وفي اليوم الثاني نقدموا له زقوقو وبذور صنوبر. هاي نطلقوها باش نحطو. اختار في اليوم الاول تاعنا راح نستعملوا هذا خلال اليوم الاول نقدموا له في اليوم الاول نقدموا له هذا صفار البيض. وفي اليوم الثاني نقدموا له زقوقو، وهذا لمدة 15 يوم. ان شاء الله راح نتحصلوا على حسون حامي. هذه الخلطة تضمن لنا الحمو. وخلال اليوم عند فترة اليوم السابع نخليوها فترة راحة، ومن بعد نعاودو نوصلو لمدة 15 يوم. لحقنا للوفا نتاع هذا الفيديو. في الاخر نبقى لي غنقول لكم شكرا على حسن المتابعة والاصغاء، ونتمنى نفيدكم في فيديو واحد اخر ان شاء الله. تابعونا وان شاء الله راح نستفادوا مع بعض ان شاء الله.